هل الإبل خلقت من الجن؟ أي نعم، والحديث صحيح. أيوه، توضيح. ولذلك نهينا عن الصلاة في مرابض الإبل. وهي الحكمة زي ما بقول كده، الحكمة نحن نؤمن ونوقن بما صح من المنقول، يعني نحن نأخذ ما صح من المنقول لا بما تستحسنه العقول. النبي أخطرنا بذلك يبقى سمعنا وأطعنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خلقت الإبل من الشياطين، خلقت الإبل من الشياطين، هي مخلوقة من الشياطين. من الشياطين ولا من الجن؟ لا من الشياطين. نعم. هكذا النص عندي. ولذلك الشيخ الأشقر يعني حفظه الله في كتابه علق عليها في عدة أسطر، وطبعا مشايخنا بالإجماع علقوا على هذا الحديث، والحديث وارد وصحيح. طيب يا شيخنا، كيف نأكلها وهي مخلوقة من الشياطين؟ ممتاز جدا. أصل الخلقة معايا ازاي يا باشمهندس وسام؟ يعني لا تعتمد على الإطلاق على ذات الحكم. يعني أوضح المسألة. يعني الشيطان هل نراه؟ لا. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. طيب لو أن الشيطان تشكل بصورة جاموسة وسقطت الجاموسة وذبحها الناس ولم يعلموا أنها إيه؟ شيطانا، جاز أكلها أم لم يجوز؟ جاز أكلها. طيب هذه خلقها الله تبارك وتعالى من طباع هذه، لكن خلقها بلحم وعظم وأحل لنا طعمتها، خلاص يبقى الحكم يندرج عليه. طيب يا شيخنا، هذا من الدعاء الأفاضل. أما محمد بن عبد الملك الزغبي فهذا الرجل يعني رجل له تناقضات عجيبة. هو كل يوم بيشوف نبي في المنام، كل يوم. النهارده شاف إبراهيم، بكرة ذو الكفل، بعده إسحاق، بعده الأسباط، كل يوم يقول لك جالي النبي الفلاني في المنام وكلمني. دي واحدة. آخر فتاوى له فتاوى مضحكة جدا، يعني الذي يريد يضحك يستمع إلى الزغب. آخر فتوى مضحكة الأسبوع الماضي، يقول يجوز أكل لحم الجن. قالوا لا يا شيخي كيف نأكل لحم الجن؟ قال أنا سمعت الشيخ الشعراوي يقول الجن يتشكلون في صور حيوانات، فلو الجن يتشكل في صورة بقرة يجوز أن نذبحها وأن نأكلها، كأن الجن هيقعد لك حضرته لابس بقرة لغاية انت ما تيجي تذبحه. ولذا الناس قعدوا يقلسوا عليه. واحد يقول له طب بدينا بس ثلث جن مشوي، او بس عايزين ايه يعني عايزين كده يعني اسمها ايه دي عايزين شاورما بس جنيه كده من الجن الازرق، عايزين شاورما او جن احمر. قعدوا يضحكوا عليه. فهذا الرجل مسكين، هذا رجل مسكين، ونسال الله ان يشفيه. لحم الجن سبحان الله. واللي يقول له عايزين لحم جن ضاني، واللي يقول له عايزين لحم جن مشكل، واللي يقول له عايزين لحم وعايزين كباب جن وصلحوا، واخذوا يقولوا له كلام عجيب، وعايزين ريح عايزين يهدينا ويهدينا